بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة حلقة جديدة مع شخصية جديدة، شخصية لها قدر عظيم، شخصية محبوبة من الجميع، شخصية لها تاريخ كبير وسط قرية ميت مرجع سلسيل الجمالية الأهلية. معنا ومعكم الأستاذ محمود الدسوقي. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا بك يا أستاذ محمد. رمضان كريم يا أستاذ محمود. الله أكرم يا باشا، نورتنا وشرفتنا والله. احنا طبعا بنتشرف بك النهارده، ونتمنى ان شاء الله ان تكون الحلقه خفيفه على الساده المشاهدين. واول حاجه دايما بنسالها من هو الاستاذ محمود الدسوقي؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا محمود الدسوقي، مدرس فيزياء على المعاش من 5 سنوات. طيب يا استاذ محمود، دايما في بدايه الحلقه بنرجع نفتكر في الذكريات. حضرتك اكيد حفظت القرآن الكريم في الصغر. عايزين نعرف حضرتك كنت بتاخد مكتب عند مين، او الشيخ اللي كان بيعلمك القرآن، وكان بيعلمك ازاي؟ هو الشيخ رحمة الله عليه، الأستاذ أحمد المحمودي عثمان. طيب كان بيحفظك ازاي؟ ده كان بيحفظ البلد كلها يعني. كان طريقة تحفيظه للقرآن ازاي؟ كان فيها شد. كان فيها شد. يعني كان بيدي لحضرتك لوح وآيتين مثلا تحفظهم؟ لا، كنا بنستخدم الكراسات والسبورة والمصحف الصغير. يعني كان بيلقنك، كان بيقرأ عليك الآية. المصحف الصغير بتاع زمان. مصحف صغير. طيب يا أستاذ محمود، يعني هل يعني في الصغر هل تتذكر يعني بعض الذكريات مع الصغار؟ كنت بتروح ازاي الكتاب؟ بتركب منين؟ احكي لنا عن هذه التفاصيل. تمام. احنا في الوقت ده المواصلات كانت معدومة. فاحنا كنا بنمشي من البيت للكتاب. يعني مشوار قد ايه مثلا؟ تقريبا كيلو ونص رايح وكيلو ونص راجع. طبعا ده من حرص الاهالي على تحفيظ القران لابنائهم. اكيد كانوا حريصين على ان حضرتك تروح المشوار ده عشان خاطر تقرا القران وتحفظ كتاب الله. ايوه، هو الحقيقه كانت الرساله كانت مزدوجه، لان هي كانت الكتاب وفي نفس الوقت المدرسه. طيب. يعني كنا بس ده حصه وده حصه. طيب، بعد انتهاء مرحله الكتاب في الصغر، بعد كده حضرتك دخلت المدرسه الابتدائيه. اسم المدرسه كان ايه يا استاذ محمود؟ مؤسسه ميت مرجع سلسيل الابتدائيه. كانت فين يعني؟ هل في نفس مكانها اللي هي لسه فيه؟ المسافه من بيت حضرتك للمدرسه كانت قد ايه؟ نص كيلو. نص كيلو. طيب، يعني تتذكر المواد اللي حضرتك خدتها في الابتدائي؟ ايوه طبعا. المواد طبعا، المواد الاجتماعيه كنا بنسميها مواد اجتماعيه، ما كانش اسمها دراسات اجتماعيه. والحساب. ايوه. والعلوم والعربي. طيب، ايه الماده اللي كانت بتستهوي حضرتك؟ يعني حضرتك كنت ميال لاي ماده؟ لا، انا الحمد لله كنت بميل لكل المواد، كنت بحب كل المواد. يعني اللغه العربيه، احسن حاجه فيها طبعا الادب والشعر. طبعا. في اللغه العربيه طبعا الادب والشعر. طيب يا استاذ محمود، هل تتذكر اسم بعض من المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لحضرتك؟ ايوه، انا اتذكر الاستاذ محمد ابراهيم عقل الشال رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. واتذكر الاستاذ هاشم قاسم رحمه الله عليه، والاستاذ كمال الشال والاستاذ بكر عبد الحليم. اكيد كل هؤلاء النوابغ اثروا في حضرتك يا استاذ محمود. اكيد. هل تتذكر بعض الزملاء في المرحله الابتدائيه؟ طبعا الزملاء المرحله الابتدائيه لا يمكن ان انسى منهم احدا. يعني اذكر لنا بعض منهم يعني عشان انا اذكر عمك الاستاذ الدكتور حسين علي سلامه الجوهري، كان قاعد معايا في التخت. يعني زميل تخت. ما شاء الله.
كان متميز الدكتور حسين. كان متميز. كان يعني متميز. كان واضح ان هو يستمر في التعليم واغلب يعني هو كان متميز، يعني تميز خاص، واغلب الفصل كان متميز. يعني لا الجيل كان كله جيل كويس. كان جيل كويس جدا. جيل كويس جدا. طيب يعني هل لك ذكرى في المدرسة الابتدائية؟ هل لك نشاط كنت بتقوم بيه، نشاط ثقافي رياضي؟ لا، هو النشاط اللي كان في وقتها كانوا يعني أنشطة محدودة. كان في نشاط اللي هو التربية الفنية، كان لها غرفة كبيرة. وكان بيديها لنا واحد كان من اسمه الأستاذ وجدي المدني. وجدي المدني موجود الأستاذ وجدي؟ ما اعرفش، الله أعلم. لكن كنت بترسم يا أستاذ محمود؟ كنت بتحب الرسم؟ أنا كنت بحب الرسم اللي الناس بترسمه. لكن الرسم اللي أنا بعمله ما كنتش بحبه، لأن كنتش بتتقنه يعني. ولكن كنت بتحاول يعني. أكيد طبعا. لا، ما كنتش يعني موهبتي في الرسم مش. كنت بتمارس رياضة؟ طبعا كنا بالنشاط الرياضي وفرق ومسابقات وميكروفون وحكايه. طبعا كنت بتحضر طابور المدرسة من الصباح. هل فكرت ان حضرتك تمارس نشاط في طابور الصباح؟ دايما في تقديم وفي يعني حاجات جميلة بتتقدم. كانت الواجبات دي كانت بتتقسم علينا بالدور. يعني كنت بتلقي كلمة أحيانا؟ لازم تحيي العلم؟ نلقي كلمة ونشيد وآية قرآنية. وآية قرآنية وكل حاجة. حاجات دي كانت مهمة جدا. حاجات جميلة طبعا. جدا. طبعا بتنمي الموهبة عند الطفل الصغير، على أساس لو هو موهوب في اتجاه معين بيستمر بهذه الموهبة يا أستاذ محمود. طيب، بصفتي بقى مدرس، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، اللي هي العبارة المعهودة القديمة. تمام. بعد ما الطفل بيفوت منه المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية على أقصى تقدير، بعد كده ما تقدرش تحفر فيه القيم الأساسية. إذن المرحلة الابتدائية مرحلة مهمة جدا. جدا. يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. عشان كده كانوا بيسموها مؤسسة. كانوا بيسموها مؤسسة. ليه؟ لأن هي بتأسس وبتشكل الوعي والوجدان. أكيد طبعا. والفكر. وإذا فاتت هذه المرحلة الأمور بتبقى صعبة بقى. الأمور بتبقى صعبة جدا. المدرسة الإعدادية كان اسمها إيه بتاعت حضرتك اللي حضرتك بعد كده التحقت بيه؟ كانت مدرسة الجمالية الإعدادية المشتركة. أول يوم كان لحضرتك في المدرسة الإعدادية كان عامل إزاي؟ ما افتكروش. طيب زمايلك كانوا مين في المرحلة الإعدادية؟ كانوا نفس زمايلنا اللي في أكيد التقيت بزملاء آخرين يعني. وكان في زملاء آخرين بقى كتير جدا طبعا من الجمالية ومن المدرس ومن الأجواء. المدرس اللي حضرتك يعني جذبك في المرحلة الإعدادية؟ المدرس اللي جذبني في المرحلة الإعدادية وأثر في شخصية حضرتك؟ تمام. كان الأستاذ مجاهد شلبي مدرس الرياضيات. يعني اكتسبت منه إيه يا أستاذ محمود؟ كان اكتسبت منه الجدية والمسؤولية. كان شاطر. جدية ومسؤولية والالتزام، زائد إنه شاطر في المادة بتاعته. مفيش هزار. متميز. وقت العمل للعمل. والجدية، المسؤولية، الانضباط. المرحلة الإعدادية ضافت لشخصية حضرتك إيه؟ طبعا كل يوم وكل موقف وكل مرحلة بتضيف كتير جدا 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 دون أن ندري. أكيد طبعا. دون أن ندري. المادة العلمية اللي في الإعدادي، طبعا المواد في الإعدادي بتبقى أعمق. وخاصة مادة الإنجليزي طبعا كان في هذا الزمن بتدرس في الإعدادي. دلوقتي الإنجليزي من أولى ابتدائي، لكن أيام حضرتك كانت، هل مادة الإنجليزي كانت مادة محببة بالنسبة ليك وكنت بتعمل إيه معاها؟ كانت محببة جدا بالنسبة لي،
المدرس بتاعها كان صعب جدا وبيضرب على طراطيف الصوابع. عشان كده كنت مضطر لا من غير ولا كنت بتحبها فعلا؟ من غير اضطرار. انا بصراحه كنت بحب المواد الدراسيه كلها بالاجماع بدون اضطرار. بعد انتهاء المرحله الاعداديه يا استاذ محمود، طبعا حضرتك رحت الثانوي. والمرحله الثانويه دايما الاباء والامهات بيهتموا بيها جدا، على اساس ان انت ممكن بعد كده تحقق حلمك وتروح كليه طب او هندسه او كليه من الكليات اللي بيقولوا عليها كليات القمه، علشان تقدر تستمر في حياتك وتكون ناجح بعد كده. تمام. احكي لنا عن مرحله الثانوي كانت ازاي وذكرياتك فيها كانت ازاي؟ مرحله الثانوي كانت احلى مراحل حياتي، وكنت مجد جدا ومجتهد جدا في الدراسة، وكنت أدرس في أيام الصيف، وكانت المشاعر والوجدان والأفكار والانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة الرجولة كان أيام. كنت فرحان بنفسك في هذه المرحلة؟ جدا. كنت فرحان جدا بنفسي وبحب نفسي جدا. حسيت بقى انك بقيت راجل وشايل مسؤوليه لا وبدات بقى عايز تعمل الحاجات اللي نفسك تعملها وانت كبير. تقرا كتب، تلعب رياضه، تعمل الحاجات اللي نفسك تحققها. طبعا كنت بلعب الرياضه، بس انا كانت الهوايه اللي كانت مفضله بالنسبه لي هي القراءه. طيب يا استاذ محمود، عايزين طبعا نسألك في المرحلة الثانوية طريقة تحصيلك للمعلومات ازاي، وكنت بتذاكر ازاي عشان الطلبة يعرفوا طريقة حضرتك، يمكن يكتسبوا ان شاء الله منها طريقة كويسة يقدروا يذاكروا من خلالها بإذن الله. اولا مثلا في ايام زي ايام رمضان او حتى غير رمضان، بس في رمضان بمناسبة ان احنا في رمضان كنت باخد الكتاب او المادة اللي عليها الدور، واخد الكتاب واطلع على المزارع، هوا حلو نضيف قبل الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية، أراضينا يعني قبل المغرب، وأراضي غيرنا برضه. الروايح حلوة، الجو نضيف، العقل يستوعب ويركز. وبعدين مثلا ساعة ساعتين والمغرب هيبدأ يدن، نقوم جايبين بقى مثلا قبل الفطار شوية طماطم وشوية جرجير وشوية خضار كده، ونقوم عاملينهم في شنطة سلطة وانا اللي اعملهم برضه. شيء جميل. ونفطر. اذا الهدوء والبيئة الصحية اللي يكون فيها الجو هادي، أيوة، هي اللي بتساعد الطالب فعلا ان هو يحصل معلوماته وما يكونش فيه تسجيل شغال او تلفزيون. الجو الهادي دايما يا استاذ محمود بيساعد على تحصيل العلم. الجو الهادي والهواء النقي وإرادة الطالب نفسه ان هو يكون نفسه ان هو يعمل كده، يكون نفسه ان هو يعرف معلومة. المادة اللي حضرتك كنت بتحبها في الثانوي العام كانت مادة ايه؟ هي التخصصات بقى. مادة العلوم طبعا في الثانوي بتتقسم بقى فيزياء كيمياء احياء. حضرتك كنت قسم علم؟ قسم علمي شعبة علوم. لما حضرتك انتهيت من المرحلة الثانوية بحلوها ومرها، طبعا حضرتك جبت مجموع، مش هنسأل حضرتك عن المجموع، ولكن ده كان حلو والله. ما كان حلو اكيد طبعا. ولكن انا عايز اسأل سؤال اهم. حضرتك لما رحت كلية العلوم اعتقد زي كلية التربية قسم علوم. كلية التربية قسم علوم. تمام. لما رحت هذا القسم وهذه الكلية كانت بناء على رغبة حضرتك حبا فيها، ولا كان بناء على المجموع اللي جاي لحضرتك؟ لا، انا هقول لحضرتك، هي كانت بناء على المجموع، لان المجموع ناقص عن كلية الطب البشري نص درجة، واتقبلت في الطب البيطري ولكن ما رضيتش اروحه، فحبيت احسن المجموع. كان القانون يسمح بكده، تحسين كان احسن المجموع في هذا الوقت. فوالدي رحمة الله عليه قال لي لا ولا تحسن ولا حاجة، انت روح كلية التربية وشوف المادة اللي انت بتحبها وتخصص فيها، واقنع بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. عايزين نقول يا استاذ محمود، يعني من الممكن ان الانسان يعني يعبر مرحلة الثانوي ويذاكر ويجيب مجموع، مش شرط يروح كلية طب او هندسة أبداً. او كلية كبيرة أبداً. من الممكن ان هو حتى يجيب كلية من ان شاء الله يعني.
يا أستاذ محمود عايزين نسأل حضرتك، يعني هل كان هناك اختلاف بين المواد العلمية في مصر عن المواد اللي حضرتك درستها للطلبة في العراق؟ تمام. المواد العلمية هي واحد في جميع أنحاء العالم. يعني مثلا مادة الفيزياء، هي الفيزياء على مستوى العالم هي الفيزياء، ما فيش فيها تغيير. هي بس الاختلاف ممكن يكون بس في بعض الموضوعات، ولكن المنهج العراقي كان منهج مميز، وأنا كنت بحب أقرأ فيه وأدرسه وأشعر بسعادة. طريقة تعاملك مع الطلبة العراقيين كانت ازاي، وكانوا بيستقبلوا المعلومات ازاي؟ هل فعلا كانوا طلبة مميزين؟ كانوا طلبة مميزين وما زالوا إلى الآن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي بيتصلوا بيا وبيبعتوا لي التهاني، وبيقعدوا في المجالس بتاعتهم يطلعوا في سيرتي ويبعتوا لي الصور، وانا ابعت لهم الصور. والحاجات دي لما بتجيلي بتزود عمر فوق عمر. يعني الحاجات دي فعلا حاجات جميلة وذكريات جميلة وبترفع من معنويات. ما فيش شك. لما الطالب اللي حضرتك بتدرس له يتذكرك ويبعت لك رسائل من دولة أخرى، ده دليل على إن حضرتك سبت أثر كبير في نفوس هؤلاء هم أصبحوا دلوقتي يعني مدراء وأطباء ودكاترة وطيارين أكيد طبعا. ويعني كلمة المدرس يا أستاذ محمود كلمة عظيمة وكلمة كبيرة. يعني إلى الآن لما أنا شخصيا بقابل مدرس في الشارع ما قابلني من الناس اللي كانوا بيدرسوا لنا في الإعدادي والابتدائي والثانوي، بقف واحترمهم وبجي لهم، وحاجة جميلة. المدرس حقيقي المدرس شيء جميل. أنا رجعت افتكرت لأن يعني الواحد ما بينساش الفضل. لا أبدا، لا يمكن، لا يمكن. برجع افتكر بقى كلمة أبويا رحمة الله عليه لما قال لي اقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فعرفت يعني ايه اغنى الناس. يعني اغنى الناس مش شرط ان انت يعني حضرتك يعني مش شرط تبقى فلوس. وصلت لمرحلة الرضا. الرضا. انت مش شرط تبقى فلوس. ما هو احنا بنعيش فترة محددة في الحياة، اذا ما كانش الواحد مننا له قيمة في يعني في مرحلة حياته، يعني ما كانش له قيمة وعمل له قيمة والناس استفادت منه، يبقى ايه الفايدة ان هو كان عايش. طبعا. يعني حضرتك يا استاذ محمود عايز تقول ان الرزق مش بس فلوس. لا، ممكن الرزق يكون صحة، بركة في الاولاد، ابسط انواع الرزق، في تحقيق حلم على مدى بعيد. اكيد اهم حاجة الرضا. ابسط انواع الرزق الفلوس. الرضا بيضيف للانسان ايه؟ يعني بعد ما الانسان يكون راضي باللي هو بيعمله، يعني ما فيش مشاكل، هل الحاجات دي بما ان حضرتك درست علم النفس بتضيف للانسان ايه؟ طيب انا هقول لحضرتك. اتفضل. هو كما ان البطن تجوع وتشبع، فان النفس تجوع وتشبع. فالبطن بيملأها الطعام يعني. اكيد. طيب لكن النفس ماذا يملأها؟ ماذا يملأ النفس؟ حضرتك عرفني. ما يملأ النفس هو الرضا، وهو القناعة، وهو الستر، وهو الإحساس بالقيمة. النفس مشاعر. انت مشاعرك دي هتتملي ازاي غير ان انت تكون الناس بتحبك، الناس راضية عنك، انت اساسا راضي عن نفسك ان انت عملت دور مهم جدا في ان انت رضيت حد، علمت حد، حليت مشاكل حد. وده طبعا استاذ محمود مردوده ستر من عند ربنا سبحانه وتعالى في الصحة وفي الاولاد وفي الحياة. طبعا الحمد لله. النفس اذا شبعت تعافى الانسان من كل داء. مظبوط. النفس اذا شبعت يتعافى الانسان من كل داء. حضرتك عمال تقول لنا النهارده حكم ومواعظ وعناوين جميله يا استاذ محمود بصراحه. يعني اللقاء معاك ممتع يا استاذ محمود. ربنا يبارك. حضرتك قعدت ايه في دوله العراق؟ يعني المده اللي حضرتك قعدتها؟ قعدت هناك مده 5 سنوات. استفدت ايه من تجربه السفر في العراق يا استاذ محمود؟ لا، السفر فيه فوائد عديده، يعني التحمل، الصبر، تهذيب المشاعر والاشواق كنت بتتواصل ازاي مع اهلك في الغربه؟ كان وسيلتين. الرسائل اللي كنا بنسميها الجوابات كانت وسائل التواصل لسه خلاص. كان في تليفونات؟ كان في تليفونات بس بسيطه جدا.
التليفون اللي هو المباشر. التليفون الترنك الارضي، الترنك الارضي. لكن كنا بنستخدم الجوابات، جواب رايح وجواب جاي ياخد له اسبوع. طبعا بتبقى حاجه ممتعه لما يجي لك جواب من الوالد او الوالده، وشرايط بقى، وشرايط فعلا تسجيل. انا فعلا كانت والدتي سافرت الى السعوديه وجدت ميراث بعض الشرايط الجميله ما بينها وما بين الوالد رحمه الله عليهم، وبتبقى حاجات جميله وذكريات جميله. الشرايط كانت جميله، كانت جميله، كانت متعه. ايوه يعني بعد فتره يجي لك شريط بالصوت. حاليا طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع بقى اسهل يعني. وكنت انا بعمل فيها ابتكار، يعني ان انا اجيب مثلا اغنيه لام كلثوم او شريط فيه قران تدخلها في النص وادخله في النص يعني انت بتعمل مونتاج للموضوع من بدري. شيء جميل، شيء جميل. طيب حضرتك استفدت ايه من تجربه السفر في العراق؟ يعني التجربه دي ضافت لحضرتك ايه يا استاذ محمود؟ ما انا بقول لحضرتك كنت سعيد ان انا بدرس للطلبه العراقيين، وبتشوف بقى مين العراقيين، يعني بتتعرف عليهم عن قرب. وبقيت اروح ازور حدائق بابل المعلقه اللي كنا بنتخيل، حضاره، واحنا كانت حضاره اغريقيه. وانا كنت طفل صغير في الابتدائي كانوا يقولوا حدائق بابل المعلقه، فبقى يترسم عندي خيال ان انا يعني حدائق بابل المعلقه انا عايز اشوفها. فلما رحت العراق اصريت ان انا اشوفها ومشيت فيها واتعرف على الحضاره العراقيه والحضاره الاشوريه والبابليه. يعني بحب الحاجات اللي هي التاريخيه والجغرافيه. فعلا ارض العراق هي ارض حضاره، ارض حضاره مثل مصر طبعا، زي ما مصر ارض حضاره والشعراء. اكيد ارض العراق. وطبعا احنا يعني بنجل العراقيين ان هم في النهايه احنا والعراق شعب واحد حقيقي. ولغه واحده يا استاذ محمود. حقيقي بنحبهم جدا. طيب يا استاذ محمود، بعد انتهاء هذه المرحله اكيد طبعا يعني حضرتك بدات تفكر في حياتك الاسريه، وعايزين نسال حضرتك سؤال شخصي. يعني اول ست حضرتك قلبك دق ليها وكان الموضوع ازاي وتم ازاي؟ وحضرتك طبعا اكيد تقدمت الخطبه وجواز، احكي لنا هذه التفاصيل الجميله. انا عارف ان هي تفاصيل شخصيه لكن هي تفاصيل لذيذه في نفس الوقت، عايزين نعرفها من حضرتك. طيب تمام. هو بخصوص هذا الموضوع انا كنت يعني اتحمل المسؤوليه، فكنت اسافر للعراق 5 سنوات، وبعدين بدات افكر في بناء المنزل اولا. تمام، يعني شيء جميل. قبل الخطوبه، يعني قبل اختيار الزوج. ولما جيت اختار الزوجه برضو اخترت بالمعايير اللي هي العقلانيه جدا جدا. يعني حبيت تجيب واحده متدينه من عيله متدينه من عيله ناس. من اختار لك الزوج؟ نعم. حضرتك اخترتها ولا حد؟ لا والدي هو اللي اختار، لان انا كنت مسافر ما كنتش اعرف الناس هنا. تمام. وبناء عليه لما حضرتك شفت الزوجه خلاص تمام وافقت وكملت طبعا. وافقت وكملت وعملنا فتره الخطوبه، ورحت بقى قعدت في اليمن فتره، وبعدين رجعت اتجوزت والحمد لله رب العالمين. هل حضرتك ابناء ممكن تعرفنا عليهم؟ ايوه ابناء الحمد لله 4. المهندس احمد مهندس كيمياء، والمهندس جهاد مهندس كيمياء، والدكتور اسلام صيدلاني، والدكتور حسام ما زال يدرس في السنه النهائيه في طب الاسنان. ما شاء الله، عائله جميله وربنا يبارك لك فيهم. ودايما طالما الاب شيء جميل اكيد الابناء بيطلعوا يعني نموذج من الاب، واكيد الاب دايما بيتمنى الخير لاولاده وعايزهم دايما يكونوا احسن منه يا استاذ محمود. الحمد لله. طيب عايزين يعني اكيد مر بحضرتك الكثير من المواقف في حياتك، عايزين نسال حضرتك ما هو اجمل موقف حضرتك مريت بيه؟ اجمل؟ اكيد طبعا في مواقف كتير جميله. يعني نجاحك، زواجك، خلفت اول مولود، اكيد في نجاحات، في حاجات كتير
او مواقف كتير دايما بتتذكرها مع نفسك وتكون سعيد لما بتفتكرها؟ الحقيقة ان الحياة يعني مليئة بالمواقف الجميلة، يعني لا يعني وايضا مليئة بالمواقف الحزينة اكيد، بس احنا الحزينة. يعني احنا دايما بنسأل عن الجميل وبنترك الحزن في جنب. يعني هو الجميل، يعني انا ما اقدرش اقول يعني مثلا اجمل، يعني ممكن الواحد يقول حاجات جميلة بس اجملها ايه يعني مش عارف، لان لازم يكون الواحد يكون عنده عداد يكون بيحسب المشاعر، يقول ان هو حس بان ده اجمل حاجة ولا لا. الشيء الجميل يا استاذ محمود ان احنا يعني عملنا اللقاء مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك. طيب عايزين نعرف الموقف اللي اثر في حضرتك في حياتك. ايه الموقف اللي اثر في حضرتك؟ يعني من ناحية معينة ولا؟ من جميع النواحي، يعني ادى لحضرتك دافع، زعلت عشانه، احكي لنا يا استاذ محمود. هو الموقف الرهيب اللي أثر في حياتي تأثير كبير كان وفاة أخويا اللي أكبر مني، كان أكبر مني ب4 سنوات. ممكن تعرفنا بيه؟ كان الأستاذ مجاهد محمود الدسوقي رحمة الله عليه، توفى في القوات المسلحة. الكليات المتوسطة ويجتهد في هذه الكلية ويكمل ويبقى أستاذ جامعي ويحصل على درجة الدكتوراه يا أستاذ محمود. طبعا بكل تأكيد ده حاجة جميلة جدا. وممكن واحد ما ياخدش الدكتوراه بس برضه يرتقي في علمه وفي أدبه وفي قراءاته، يجتهد وفي تعاملاته وفي عمله، وتلاقيه برضه حاجة كويسة جدا 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 ما شاء الله. يعني أنا يعني سبحان الله، يعني لو التاريخ يرجع يعيد نفسه هتلاقيني اختار الطريق اللي أنا مشيته. يعني ده طبعا شيء ربنا كاتبه، ولكن الإنسان بيسعى وبيأخذ بالأسباب علشان خاطر يقدر يوصل إلى الحلم اللي هو من طفولته بيحلم بيه يا أستاذ محمود. صحيح. طيب أثناء الكلية يا أستاذ محمود احكي لنا عن ذكرياتك. أول يوم رحت في الكلية كان عامل إزاي؟ السكن، هل كنت أنت اللي بتطبخ ولا كنت في سكن جامعي؟ احكي لنا يا أستاذ محمود عن هذه الذكريات. تمام. احنا لما رحنا الكلية طبعا كان المجتمع جديد، وانتقلنا من الريف للمدينة في المنصورة، وكنا بنشوف المنصورة يعني كان لها بهجة خاصة وكانت مش زحمة. مدينة جميلة. كانت مدينة جميلة لأن ما كانتش زحمة، كانت لسه هدوء وجمال، وطبعا مية والشجر والخضرة والورود كانت كتير بقى في الجامعة وعلى. تتذكر بعض الأماكن في المنصورة وعلى النيل اللي حضرتك زرتها واستمتعت بها في هذا الوقت؟ احنا زرنا أماكن كتير في المنصورة، يعني من طبعا الأماكن الأثرية معروفة، يعني دار ابن لقمان. دار ابن لقمان مظبوط. خدت بالك. وكان هناك حديقة حلوة جدا قديمة بس أنا ناسي اسمها. جزيرة الورد؟ لا، جزيرة الورد الهابيلاند. كانت حديقة الهابيلاند كانت مميزة لأنها كانت حديقة طبيعية جدا ومميزة بطبيعتها وبجوها وجمالها، وعلى النيل وعالية. أكيد طبعا كانت حديقة. كنا بنروح نسهر فيها ونقعد فيها ونذاكر فيها وكل حاجة. هل تتذكر بعض أسماء الدكاترة اللي درسوا لحضرتك في الكلية؟ مش كتير، لكن أتذكر أستاذ في فرع من فروع مادة الفيزياء كان اسمه الدكتور مصطفى، كان بيدينا فرع من فروع الفيزياء اسمه خواص المادة. خواص المادة. حضرتك هو يعني هذا الدكتور طالما حضرتك يعني متذكر اسمه أكيد ضاف لشخصية حضرتك. برضه نفس الحكاية، هو اللي كان يعني اللي أنا تمسكت به من صغري كان الجدية والمسؤولية. يعني حضرتك كنت بتقتبس من الإنسان اللي قدامك، أو سواء مدرس أو دكتور أو أي حد، بتقتبس منه علامات الجدية وبناء عليها بتلتزم وبتجتهد حقيقي. في عملك. حقيقي.
بعد انتهاء الكلية يا أستاذ محمود، يعني حضرتك فكرت في إيه وبدأت ترسم أحلامك إزاي؟ تمام. بدأت أرسم أحلامي إن أنا أكون مدرس في الجامعة. بدل ما أكون مدرس في الإعدادي والثانوي، أكون مدرس في الجامعة من خلال الكلية. من خلال الكلية. فتقدمت للحصول على دبلوم الدراسات العليا. تمام. في فرع يسمى فرع التوجيه والإرشاد النفسي. شيء جميل. لأن احنا كنا بندرس 7 مواد تربوي بالإضافة لل7 مواد العلميين الأكاديميين. وحضرتك عملت إيه بعد كده؟ أنا اكتشفت إن أنا عندي ميول للدراسات العلمية والنفسية وعلم النفس أكتر من العلوم اللي كنت بعتقد إن أنا بحب الفيزياء أكتر. وبعدين اكتشفت إن أنا بحب العلوم النفسية أكتر والفلسفية، عشان بتاخد. كنت شايف ايه يا استاذ محمود؟ بتاخد منها الحكمة والمعرفة. يعني بتحدد طريقة السلوك واسلوبك في التعامل مع الآخرين وفي الحياة. تمام. لما تغوص في أعماق النفس البشرية وتكتشف المكامن اللي فيها وتحلل التصرفات والجزئيات والسلوكيات، تقوم توصل للحكمة. بعد كده في ان انت لما تيجي تتصرف او تختار رأي او فكرة او حاجة، بتكون في حكمة كبيرة جدا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني تقدر يعني حضرتك تقول ان هذه الدراسة بتكسب الشخصية ان الانسان يقدر يتحكم في نفسه جدا، ويقدر يطلع قرارات سليمة، ويقدر يبعد عن اي ضغوط نفسية ويتحكم في نفسه مهما كان. وده شيء جميل طبعا مهما كان. لأن دايما النفس بتغلب صاحبها. حتى الآلام والصعوبات برضو يكون عندك وسائل تحكم فيها، يعني بتخوضها وبتحس بيها وكل حاجة، لكن بيكون عندك مقدرة من الحكمة والعقل والمنطق بحيث ان انت تحكم مشاعرك في اطار لا يخرج عن المألوف، شيء من التحكم، لا يخرج عن الثوابت. يعني يبقى هنا بتعمل عملية توازن كبيرة جدا بين العقل والمشاعر. شيء جميل طبعا ان الانسان يتعلم ويقرأ حتى يعني ينفذ ما يتعلمه وينفذه بطريقة صحيحة يا أستاذ محمود. فأكيد هو من لم يقرأ كيف سيفهم؟ بداية حضرتك وطريق حضرتك اللي رسمته كانت بدايته إيه؟ بعد انتهائك من مرحلة الكلية. بعد انتهاء من مرحلة الكلية بدأت حصلت على دبلومة الدراسات العليا في التوجيه والإرشاد النفسي بتقدير جيد جدا. شيء جميل. وكان المفروض بقى ان هدخل على الماجستير. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان بدأت افكر بطريقة تانية ان اسافر. ان اسافر للعمل في الدول العربية، وخدت تجربة ثرية وتجربة غنية جدا جدا في الدول العربية. عايزين نتوقف عند هذه النقطة ونبدأ نسأل بقى بمناسبة السفر. يعني مين اللي شجع حضرتك انك تسافر، وشفت ايه مزايا السفر، وعملت ايه في البداية، واول يوم كان لحضرتك في السفر عملت فيه ايه؟ حلو، جميل جدا. كان والدي رحمة الله عليه كان يحب ان انا ما اسافرش، ولكن كان انا شعرت برغبة في السفر للعمل في الدول العربية، وتجربة السفر بعمل وعمل مضمون يعني. فسافرت إلى دولة العراق الشقيق، وتقدمت بأوراقي هناك، وعملوا لنا اختبار كويس كده، والمعلومات كانت لسه طازة وفريش، ونجحنا في الاختبار واشتغلنا في مدارس العراق في مناطق جميلة جدا، وعند ناس محترمين جدا جدا، عرب سنة محترمين، ومسألة التدريس نفسها فيها كان حب شديد. يعني طبعا. انت عندك حب شديد ان انت عايز تتميز، اكيد طبعا، ان انت بتعلم ناس. عندك حب شديد ان انت بتعلم. يعني كنت سعيد طبعا وانت بتعلم جدا. طيب يا استاذ محمود، بمناسبة الايام الجميلة اللي احنا عايشين فيها وشهر رمضان الكريم،
أعضاء الله علينا بالخير واليمن والبركات. امين يا رب العالمين. وعلى أسرة حضرتك بالبركة، وربنا يتقبل الصيام والصلاة والقيام بإذن الله. حضرتك كنت بتستقبل ازاي رمضان في الصغر؟ يعني كطفل صغير كنت بتعمل ايه في الصغر في استقبال شهر رمضان؟ لا احنا كنا بنحب شهر رمضان جدا جدا جدا. ف كنا بالليل كان فيه سهر معين مع صحبة الصغار، بنلعب بالليل. احكي لنا التفاصيل يعني بعد تفاصيل جميلة. بعد صلاة التراويح فكنا بنروح نمشي الكيلو ونص لحد الجامع الكبير في البلد عشان نصلي العشاء والتراويح مع الشيخ عمر عبد المطلب بدوي اللي هو والدة زوجتي. تمام. وكنا نرجع تاني نيجي نكمل ونلعب مع الصغار، وبعدين الفجر نروح برضو نصلي الفجر ونرجع. حضرت المسحرات يا استاذ محمود؟ طبعا المسحرات ده كان لازم نمشي وراه يعني. كانت الطقوس ازاي مع المسحرات؟ ونسقف له ونمشي وراه. يعني كان فعلا بيروح عند بيت كل واحد وينادي له باسمه؟ لازم ولازم ما يمشيش من قدام البيت الا لما يكون حد رد عليه. بس انا اصلا ما كنتش بنام. يعني كان سهر. يعني انا كنت بتسمعه وانت صاحي؟ انا برضه كنت مسحراتي برضه في رمضان. اكيد دايما السهر في رمضان بيبقى حاجه جميله طيب عايزين نعرف من حضرتك يعني لما كبرت شويه طبعا كنت بتقرا القران ازاي في رمضان، ونظامه ازاي في القراءه مع حضرتك؟ هو نظام القران المتعارف عليه اللي كنا دايما بنمارسه ان احنا نقرا كل يوم جزء في اي وقت بقى، يعني العصر الظهر اما يكون الوقت يسمح نقرا جزء من القران الكريم، بحيث ان لما يعدي 30 يوم نكون خلصنا القران كله 30 جزء. هل هناك بعض الادعيه اللي حضرتك بتدعيها اثناء النهار في لا الصيام؟ انا بحب الادعيه المفتوحه اللي انا ادعو بما احتاج وادعو بما يعني مش حافظ اقول ولكن بتدعو باللي يطلع من حضرتك. ادعو يعني انت بتشعر دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائك، فبتنادي الله باي كلمات بما احتاج وبما اشعر. تمام. بما احتاج وبما اشعر. يعني في دعاء كده ممكن تقول لنا عليه من الحاجات الجميله اللي انت بتقولها؟ يعني اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وكده يعني. ذكرياتك ايه مع صلاة التراويح؟ يعني كنت بتعمل ايه؟ لا صلاة التراويح كنا بقول لحضرتك احنا كنا بنروح الجامع الكبير علشان نصليها في الصغر يعني. ولكن انا اذكر وقع يعني في غير صلاة التراويح قبل المغرب بساعتين واحنا قاعدين في البرندة في البيت القديم ووالدي قاعد، فهم كانوا بيبقوا حاطين القلل حلوة كده يحطوها في الصواني علشان تبرد ميه تسقع. عشان ما تسقع، عشان ايه وقت الفطور كان بيبقى احسن حاجة طبعا التمر والمية يعني. حضرتك بالنسبة للمأكولات في شهر رمضان حضرتك بتحب اي اكل يعني بتاكله من الصغر الى الان؟ لا بفضل الله كل المأكولات بفضل الله كلها حلوة. بتفطر اول يوم رمضان ايه؟ اول يوم رمضان طبعا يعني بنحب ان هو يبقى بطة يعني. دايما البطة. موضوع البطة ده موضوع يعني تقريبا موضوع نفسي يعني. عند الناس كله لازم بطة في اول يوم. مش عارف ايه الحكاية. ولازم تكون محشية ومتخيطة طبعا متظبطة ومتكتفة. اكيد طبعا. موضوع البطة ده موضوع يعني تاريخي وعادة جميلة اعتاد عليها اهل القرية ان اول يوم فعلا بيبقى موضوع البطة ده شيء اكيد، واللي مش هيجيب البطة مش هيجي. طيب يا استاذ محمود يعني عايزين نسأل حضرتك عن العادات الجميلة اللي حضرتك بتعملها في شهر رمضان سواء في الصغر او الكبر. ايه الحاجات اللي بتحب تعملها يعني؟ هل هناك صدقة، زكاة، هل في تود الارحام؟ الحاجات الجميلة اللي حضرتك بتعملها ايه؟ هي فعلا الحاجات الجميلة اللي هي كل الناس بتعملها مع اللي هي يعني الصدقات والزكوات والقراءات والتقرب إلى الله والتهليل والتكبير والتسبيح وصلة الرحم. وصلة الرحم هي التتويج يعني لمشاعر رمضان كلها صلة الرحم، لأن صلة الرحم في رمضان بيكون لها طعم ومذاق مختلف. احنا طبعا عايزين نقول ان الانسان في شهر رمضان الكريم
الموضوع مش موضوع عبادات وبس، ومش صيام وصلاة وزكاة وبس، ولكن يجب على الإنسان المسلم إن هو عندما يعبد الله عز وجل حق عبادة إن هو يفعل بهذه العبادات، يعني يصل الرحم، ما يكذبش، ما ياكلش الميراث، يعمل الحاجات الجميلة اللي يرضى الله عنها عز وجل. يعني مش يصلي ويخرج يعمل عكس الصلاة، مش يزكي ويطلع يعمل عكس الزكاة، مش يصوم ويأكل ويمنع نفسه عن الأكل والطعام والشراب، ونلاقيه بيبص للناس في الشارع وبيبص على الستات وبيرتكب حاجات مش كويسة. لأن زي ما بيقولوا الصيام مش عن الطعام والشراب وبس، الصيام عن كل ما حرم الله عز وجل. الكلام ده صحيح يا أستاذ؟ الله يفتح عليك، ده كلام الله صحيح. يفتح عليك، هو ده الصيام. أكيد طبعا. يعني الصيام الصيام جنة، زي ما جنة. يعني زي ما احنا قلنا ان ابسط انواع الرزق هي الفلوس، فبرضه بالنسبه للصيام برضه الجوع ابسط حاجه فيه، الجوع. أكيد. الجوع والعطش ابسط حاجه. والدليل على كده الحديث اللي بيقول ان في بعض ناس ليس لهم من صومهم الا الجوع والعطش. صحيح. لان هم ما بيصوموش بمعنى الصيام الحقيقي. عايزين نقول هذا الكلام. هذا الكلام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم هو من ذنبه. إيمانا واحتسابا. المسألة متلخصة إيمانا واحتسابا لوجه الله. يعني ما يرتكبش أي أخطاء طالما في صيام، طالما في عبادة، الإنسان يمشي ماشي صحيح. وإذا لم تمنع العبادة الإنسان عن السلوك الذي يتضمن العبادة نفسها، فما فائدة العبادة؟ صحيح. كلام ممتاز وكلام جميل يا أستاذ محمود من حضرتك. وحضرتك النهارده يعني أسريت اللقاء بحاجات جميلة وعناوين جميلة، واحنا طبعا يعني أنا شخصيا سعيد بلقاء حضرتك. عايزين نسأل حضرتك عن بعض الكلمات ومعانيها في حياة حضرتك. إيه كلمة حلم بتمثل إيه بالنسبة للأستاذ محمود؟ كلمة حلم بالنسبة لي بتمثل واقع. كلمة الصحة أعز شيء في حياة الناس. الأب والأم. الأب والأم الخير والبركة. الزوجة برضو الخير والبركة برضو. حضرتك بتتمنى إيه أو بتطمح بإيه؟ أنا بتمنى الخير والبركة للناس كلها، وبتمنى ان الناس تقرأ وتعي وتفهم، يبقى عندها وعي ويبقى عندها ثقافة وتتخلص من العادات السيئة اللي مثل التعصب والصوت العالي وقذف الناس لأن هذا هو تعويض عن قلة المعلومات وقلة الثقافة. فتلاقي دايما تلاقي الشخص اللي بيزعق ومتعصب ده لأن ما عندوش لا ثقافة ولا عنده حكمة، فبيقوم يلجأ لهذا الأسلوب. فأنا بدعو الناس للقراءة والوعي وإسراء حياتهم بالهدوء وبالسلام وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. رأي حضرتك فيما يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان هو طبعا احنا متابعين حضرتك دايما داعم ومساند للرئيس وللدولة المصرية والجيش والشرطة، دايما بشوف بوستات حضرتك الجميلة اللي دايما بتدعم وبشيء ايجابي. تقول لنا ايه عن قيادة الرئيس للدولة والجيش والشرطة، وطبعا الناحية الاخرى ناحية غزة وعدم تهجير اهل غزة؟ عايزين نسمع حضرتك. الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة حكيمة واعية قوية مخلصة أمينة، وإن كانت الظروف التي أتى فيها وظروف مصر وظروف الدول المحيطة وظروف العالم كله، لكنه استطاع بحكمته أن يعبر بمصر لبر الأمان، أن يلعب في ملعب مليء بالطين ومليء بالجهل ومليء
بالاقتصاد السيء ومليء ولكن قدر يا ومليء بالتطرف ومليء بالتهجم الأجنبي وبالإجرام الأجنبي ومليء بالخبث ومليء بكل شيء. ولكن هذا الرجل بفضل الله استطاع أن يعبر بالأمة وهي في وسط كتلة نار ملتهبة من جميع الجهات. ولذلك أؤمن كثيرا بأن مصر في حماية الله سبحانه وتعالى، والدليل أن جميع حدودها الأربعة مشتعلة ومتفجرة، ولكن مصر تشعر كأنها واحة في وسط النار. كيف ذلك لا أعلم. زي ما قال القرآن الكريم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يا أستاذ محمود. الحمد لله. تقول لي إيه للرئيس، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أنا بقول له إن فعلت ما كنت أتمنى أن تفعله، وأعانك الله، والخزي والعار لمن لم يستطيعوا أن يفهموك، ولمن ألقوا عليك التهم وهم المتهمون. زين يا أستاذ محمود كلمة من حضرتك للرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفضل. أن ربنا يحفظه ويوفقه ويزيده، لأن أنا شايف ولامس أن عنده الصبر والحكمة والقوة والإيمان والإخلاص. مطلوب مننا إيه تجاه الرئيس؟ هو أصل حكاية الرئيس في ناس بتفهمها غلط. يعني أنا مثلا ببص للرئيس على إن هو الدولة متمثلة في الرئيس. يعني أنا حب للدولة، حب للرئيس ليس حبا له خاصا به. أكيد طبعا. هو حب الأبناء، حب شامل، هو حب للوطن، هو حب الأبناء الوطن جميعا، ومن بينهم أبنائي وأبنائك وأبناء الأمة كلها. فإذا أنت يعني لما بتحب الوطن فأنت عايزه يستقر، فالوطن لا يمكن أن يستقر بدون استقرار سياسي، بدون استقرار الرئيس، بدون رئيس واعي طبعا، بدون رئيس واعي. الدليل على أنه هو راجل يعني يستحق المكانة وجدير بالمكانة، إنه كيف أنه يحافظ على مصر كما هي في وسط كتلة النار الملتهبة، وكأنما هي واحة وبها الخيرات وصحيح. رأي حضرتك ايه في قراراته اللي دايما بيصدرها، خاصة يعني في عدم تهجير أهل غزة والقرارات الاقتصادية والزراعة والنمو الصحي والتعليم في جميع المجالات يا أستاذ محمود؟ تمام. في كل المجالات القرارات بتكون سهلة جدا، يعني سهل جدا تعمل قرارات في التعليم، تعمل قرارات في الصحة، تعمل قرارات في مثلا في وزارة الطرق، في وزارة الصناعة أو المصانع أو أي حاجة أنت عاوز تعملها. لكن الخطر الرئيسي بيجي من القرارات السياسة الخارجية، لأن قرارات السياسة الخارجية هي اللي بتحكم على مصير البلد، إن هي تنهار ويبقى لك أعداء وتحارب وتخش في وأكيد الرئيس واخد باله من كل هذه النواحي طبعا، ولكنه أحييه في ربط السياسة الداخلية بالخارجية. ولا وكمان وربط سيناء بالوطن الأم عن طريق الأنفاق، تحسبا للأيام اللي احنا فيها، اللي زي دلوقتي احنا لو ما كانش عمل القوات المسلحة ودربها وقواها واستقل بالقرار السيادي بتاعه وجاب أسلحة متنوعة من جميع الجهات، ما كانش هيعرف يقول لا لتهجير غزة. ما كانش هيقدر. أكيد قراراته من منطلق قوة يا أستاذ محمود، القوة اللي بناها قبل كده سابقا تحسبا لليوم الموعود. وجاء اليوم الموعود وأرادوا إن هم عاوزين يتدخلوا في مصر، لكن بإذن الله مش هيقدروا، لأن الراجل من أهم مميزاته إنه عمل قوات مسلحة، راجل مخابرات قوية جدا على مستوى، وكان يرى ما يحدث منذ فترة.
انا يعني شخصيا لما بشوفه بحس ان هو واحد مننا وزميلنا، يعني لا. راجل بتصرف يعني بطبيعته طب بالفطره، انا ازعل انسان منه جميل. ليه؟ يعني انا لما اشوفه مثلا بيزعل علشان المعوقين او بيعيط عشان الشهيد. يعني انا شفت لحضرته بعض اللقاءات مع المواطنين في الشارع بيكلمهم بمنتهى البساطه، وانسان في منتهى التواضع وحاجه جميله. بسيط جدا ومتواضع جدا وما شتمش اللي شتمه. اكيد طبعا احنا دايما بنقول شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا للجيش المصري، وشكرا للشرطه ان احنا في امن وامان ونمصر. وشكرا للشعب الواعي. طبعا شكرا للشعب الواعي اللي بيستمع لنصائح الرئيس ونصائح الدولة، اللي ان شاء الله زي ما احنا شايفين مصر بتنهض يوم بعد يوم، والاقتصاد بيتصلح والدنيا جميلة، ومصر دايما في امان باذن الله. استاذ محمود، اخيرا يعني جينا في نهاية اللقاء، وطبعا اللقاء معاك شيق وممتع، ما كناش عايزينه ينتهي، ولكن لابد ان ننهي اللقاء. عايزين كلمة من حضرتك لكل الشعب المصري والعالم العربي في شهر رمضان كريم، اتفضل. أعاد الله عليكم الأمن والأمان والاستقرار والستر. كلمات بسيطة أعزائي المشاهدين والمشاهدات من أستاذ عظيم، يعني طبعا كنا عارفين قدره، ولكن عندما تحاورنا معه زاد قدره لدينا. الأستاذ محمود الدسوقي شخصية جميلة، شخصية مكافحة مجتهدة، شخصية علمية، شخصية نموذج وقدوة. النهاردة كنا بنتحاور معه، كان لنا هذا الشرف العظيم، وبإذن الله في قادم المواعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.